ماتش سيراميكا خلص، وده الماتش الاول من السته اللي المفروض تكسبهم عشان تاخد الدوري. دعم ودعمنا وما هاجمناش اللعيبه قبل الماتش. الجمهور قفل التذاكر بتاعه الاستاد. نفس كل ماتش تطلع طهقان، قرفان من اللعيبه، قرفان من المدرب. مفيش هجمه بتتعمل، مفيش تنظيم. بنلعب لعب زي فصل ابتدائي بيلعب، كله بيجري ورا الكوره وخلاص. مدرب كل فكره عن الكوره ان لما بيجي في الجون نزل اي حد عندك بيهاجم نزله. هل ده مدرب يليق بالنادي الاهلي؟ حرام عليكم اللي وصلتوا الاهلي فيه ده. بس احنا اللي نستاهل، احنا نستاهل مدرب زي كده، احنا نستاهل لاعيبه زي كده، احنا نستاهل اداره زي كده، عشان احنا بندعم. بس انت بتدعم طول الطريق. مفيش لاعب واحد عنده ذره دم يلعب لله عشان يحلل فلوسه بعد الماتش بتاع الاهلي وسيراميكا. انت تستاهل اللي يجرالك. احنا فعلا نستاهل لعيبه زي دي، نستاهل مدرب زي ده، نستاهل حكام زي دي. عارف ليه؟ هقول لك ليه. فرق ايه امام عاشور عن محمد مجدي قفشه؟ ايه الاضافه اللي هو اداها لك يعني؟ زيزو ابو ملايين اللي بتلعبه بس عشان تحلل الفلوس اللي انت دفعتها، ومقعد له حسين الشحات اللي لو برجل واحده احسن من مليون زيزو في البرايم بتاعه. فرق ايه بن شرقي عن الحنكشه اللي كان بيعملها احمد عبد القادر؟ او الاتنين بيحنكشوا. مشيت احمد عبد القادر ابن النادي وجبت بن شرقي اللي يا دوب هيلعب على قد فلوسك. فرق ايه ديانج بقى عن اكرم توفيق؟ ولا اي حاجه. ليه في لاعيبه زي طاهر وشريف ولاعيبه تانية لسه موجوده في الاهلي لحد دلوقتي، بالرغم من ان كان عندك لعيب زي محمد عبد الله اللي نزل دلوقتي واقنع، نزل 5 دقايق باللي لعب طاهر في الاهلي طول عمره. مشيت الناشئ بتاعك اللي كان ممكن زي قبل كده برضو زياد طارق اللي كان طالع زي الصاروخ، وبرضو رحت عملت له اعاره في مش عارف ايه، وخلاص الواد اندفن يا عيني. الاهلي مش هيرجع تاني غير لما تطلع الناشئين وتخليهم في النادي. طيب تستاهل مدرب زي كده، لان انت كان عندك عماد النحاس جبته 6 ماتشات عشان ياخد لك الدوري، وفعلا كسبهم وخد الدوري. استكترت عليه النعمه ورحت جبت مدرب سهتان مش فاكر اسمه ايه، وغيرته ورحت جبت مدرب تاني بس عشان السبوبه ما تتقطعش. وتستاهل حكم زي ده لان انت ما عندكش ذكر واحد في الاداره يعرف يوقف المنظومه الفاشله بتاعت الحكام دي عند حدها. جمهور الاهلي حضر النهارده وخلص التذاكر ودعم الفريق من اول الماتش، من اول دقيقه في الماتش. جمهور الاهلي هو نجم الماتش. فما تلوموش على الجماهير، ما تلوموش على الجماهير ولا تعلقوا فشلكوا على الجماهير. نفسي واحد بس يقول لي احنا كنا بنلعب بخطه ايه النهارده؟ يعني احنا بنلعب على الاختراقات، ولا بنلعب على الكور الطويله، ولا بنلعب على العرضيات، ولا احنا بنلعب بخطه ايه؟ سمك لبن تمر هندي يا معلم. بيلعب لعب الابتدائي اللي معاه الكوره كل الفصل عليه. حسبي الله ونعم الوكيل للي ما عندهمش دم، للي ما عندهمش دم ولا عندهم ولا تحليل حتى لقمه عيشهم. اصحاب الملايين اللي عمالين بينهشوا في لحم الاهلي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. كان قدامك 6 ماتشات المفروض ان انت تفوزهم عشان تاخد الدوري وتطلع وتلحق الموسم. ادي اول ماتش. انا مش هدعم اي واحد فيكم تاني، خلاص انتوا مالكوش دعم عندي خلاص. 6 ماتشات ال5 ماتشات اللي باقيين المفروض لو في اداره حكيمه تغربل بقى اللعيبه دي وتطلع فرقه الناشئين وتدعمهم ب3 4 من اصحاب الخبره وكمل بيهم الموسم وشكرا على كده. امام عاشور بقى يشوف له عقد
زيزو بقى تشوف له بيعه، اللعيبه اللي جايه بس عشان شو ومنظره ورصيدها في البنك عمال يعلى، احنا مش عايزينهم تاني. انا مش هقبل اتفرج على اللعيبه دي تاني خالص في الاهلي. وسلام يا